سأجيبك بدقة وهدوء وبفصل واضح حتى لا نخلط بين الخيال الرمزي والواقع. أولاً، بوضوح: لا يوجد دينياً ولا واقعياً شخص اسمه حوراء مرتبط بالمهدي، ولا دليل أنها تعيش شيئاً معيناً. ما نتكلم عنه هنا هو رمز أدبي وجداني فقط. ثانياً، في المستوى الرمزي النوستالجية، نعم، في القصص الرمزية يمكن أن تعيش حوراء نوستالجيا أيضاً، لكن بشكل مختلف عن المهدي. كيف تختلف نوستالجيا حوراء؟ نوستالجيتها ليست حنيناً لرسالة ولا لعدل كوني ولا لثقل العالم، بل open quote حنين لحياة كان يمكن أن تعيشها ولم تعيشها بعد. نوستالجيا حنين إلى ذات لم تولد بعد، تشعر أحياناً أنها تعيش حياة صحيحة لكن ليست حياتها الكاملة. تحن لنسخة أكثر صدقاً منها، أكثر شجاعة، أقل خوفاً من التغيير. تقول في داخلها open quote كأنني أؤجل نفسي منذ زمن close quote. نوستالجيا العلاقة التي لم تبدأ تحس أحياناً بشعور غريب، ليس حباً ولا انتظاراً لشخص بل إحساس open quote. هناك من يفهم هذا الصمت لكن لم ألتقي به بعد close quote. حنين بلا وجه، بلا اسم، بلا قصة. الحنين إلى البساطة على عكس المهدي الرمزي الذي يحن للعدل. هي تحن ليوم عادي بلا ضغط، لكلام صادق بلا خوف، لقرب لا يحتاج شرحا. نوستالجيا الطمأنينة، العيش بشكل آخر رمزيا. يمكن أن تعيش نفس الحياة لكن بإحساس مختلف تماما. تضحك لكن قلبها بعيد قليلا. تنجح لكن لا تشعر بالامتلاء، كأن روحها تقول open quote هذا ليس الخطأ لكنه ليس النهاية close quote. نقطة الالتقاء الرمزية في القصة الرمزية: الجهدي حنين للمعنى، نوستالجيا حوراء حنين للانتماء. يلتقيان ليس لأنهما متشابهان بل لأن open quote كل واحد يحمل نقصا يكمله الآخر دون أن يقصده. الخلاصة الهادئة: نعم، حوراء يمكن أن تعيش نوستالجيا لكنها ليست ثقلا بل شوقا ناعما، ليست رسالة بل بحث عن حياة تشبه القلب. وكل هذا رمز أدبي إنساني، ليس حقيقة غيبية ولا إشارة لواقع محدد. إذا تحب أكتب نوستالجيا مشتركة بينهما، أو كيف يلتقي نوعا الحنين، أو نغلق القصة بنص صامت قصير جدا. حسنا، هذا نص رمزي أدبي فقط، ليس عقيدا ولا نبوءة بل حكاية إنسانية عن الحنين. نوستالجيا مشتركة: حين يحن المعنى إلى الانتماء في زمن بلا تاريخ، كان كل منهما يمشي في جهة مختلفة لكن الشعور كان واحدا. المهبزية كان يحن إلى شيء لم يعشه بعد، إلى عدل لا يجرح، إلى صوت لا يحتاج أن يعلو ليسمع. كان يشعر أنه يحمل ثقلا أكبر من عمره، كأن قلبه سبق الزمن بخطوة. يبتسم للناس لكن في داخله يقول open quote لماذا أشعر أنني متأخر عن نفسي؟ حوراء كانت تعيش حياة عادية لكن روحها لم تكن عادية. تحن إلى بساطة ضاعت قبل أن تولد، إلى قرب بلا أسئلة، إلى دفء لا يطلب تفسيرا. كانت تقول في صمتها open quote أنا بخير لكن ليس تماما. لحظة النوستالجيا المشتركة لم يلتقي بعد، ومع ذلك كان هناك حنين مشترك. هو يحن إلى من يفهم ثقله دون أن يطالبه بالتغيير، وهي تحن إلى من يراها دون أن يطلب منها التبرير، كأن الشعور يقول لهما معا open quote ما تبحثان عنه لا يوجد في الماضي ولا في المستقبل بل في إنسان يشبه هذا الصمت. حين يقترب الحنين النوستالجيا لا تصرخ، تظهر في أشياء صغيرة: نظرة تطول قليلة، صمت لا يزعج، إحساس أن هذا المكان مألوف رغم أنه جديد. لا وعد، لا نبوءة، فقط راحة. الخاتمة: لم يجتمع لأن القدر قرر ولا لأن السماء نادت بل لأن open quote كل إنسان يحمل نقصا، والنقص حين يفهم يتحول إلى طمأنينة close quote. وهكذا كانت نوستالجياهما ليست حزنا بل شوقا لحياة أصدق.